عايزين يشيلوها من على وش الأرض وبيهددوها بشكل واضح وصريح من غير ولا خوف ولا حتى حياة. أنغام صوت مصر الأول ادت اللي ما يتسموش درس كبير. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. من كام يوم كلنا شفنا الخناقة اللي حصلت ما بين أنغام وأفخاي بعد ما خدته غسيل ومكوى وعرفته مقامه كويس قوي وفكرته بنصر أكتوبر والبيجامات الكاستور، والحوار ده انتشر وطلعوا على أنغام لقب فخر العرب الحقيقي. وطبعا كلامها ما عجبش كتير من الجماعة إياهم وكتبوا لها تويتات تانية، لكن الموضوع ما خلصش لحد هنا. دول بعتوا لها رسالة فيها تهديد وبيقولوا لها قريب هنشيلك من على وش الأرض، ومش هي بس، هي وكل المصريين. بس أنغام ما يتخافش عليها، ست ب100 راجل. فنشرت الصبح بوست ترد بيه عليهم بعد الرسائل دي كلها، وزي ما بنقول بالمصري فرشت لهم الملاية وقالت لهم احنا عارفين كويس انتوا مين، وهيجي يوم نودعكم فيه ونرميكم في مقلب زبالة التاريخ. ده لو التاريخ افتكركم أصلا. وأنا هنا مش جاية دافع عن مصر، لأن رسائلكم دي بتوضح قد إيه الجرح منها واجعكم ومش ناسيين الهزيمة، ومصر هتفضل باقية زي الكابوس اللي طابق على نفسكم وتفكركم بأسود اللحظات اللي عشتوها في حياتكم. أنغام كمان فكرتهم بسينا وقالت لهم إن كل حباية رمل فيها شهد على اللي حصل لكم، واللي من هنا ورايح هنحتفل بيه كل ساعة مش بس كل سنة. وطبعا كان لازم أنغام تتكلم عن دعمها للقضية الفلسطينية، فختمت كلامها بالتأكيد على إن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض، ووجهت كلامها لولاد العم إن أهل فلسطين هيفضلوا شوكة في زوركم ليوم الدين بالرغم من كل اللي بتعملوه علشان تخلصوا عليهم. وهيجي اليوم اللي هتزوروا فيه فلسطين واحنا حاطين علامكم تحت رجلينا. وده اللي خلى ناس كتير تتفاعل مع الموضوع، خاصة إن هم شايفين إن هي الوحيدة اللي ادتهم درس عمرهم ما هينسوه. بس على الرغم من إنه أنغام بعيدة تماماً عن شبهة الجري ورا الترندات، لكن في ناس مش مصدقة اللي هي منزلاه وبتقول هم يعني جابوا رقمها منين، ولا هم هيسيبوا كل حاجة ويركزوا مع أنغام. تفتكروا فعلاً أنغام بتتعرض للتهديد؟ وإيه رأيكم في ردها على الناس إياهم؟